البردعه يعني اخر ما كاين في التبرديع. شفتوا داك التبرديع ديال 1900 نوضوا ترقدوا في الجزائر كاين في 2025. في 2025 في الجزائر المخابرات الجزائريه دارت حمله اعلاميه تواصليه في مواقع التواصل الاجتماعي، صنعت هاشتاغ باش تضرب في الرئيس الجزائري، والرئيس الجزائري عاجبو الحال، باش تبهدل الرئيس الجزائري، والرئيس الجزائري عاجبو الحال حيت هو شاف الفساد الاول وما شافش الوجه الاخر من العمله، شاف الربيع ما شاف الحافه. السي عبد المجيد تبون شاف الربيع وما شافش الحافه. غتقولوا لي كيفاش؟ غنقول لكم اسمعوا الاخوه، اسمعوا، ما غاديش نطلع عليكم، غنبداو لان قلت لكم اللايف غادي نديروا يعني قصير. ها هو اسمع. عمي تبون ما تروحش العراق ولا غنحبوك، ما تروحش العراق عمي تبون. عمي تبون واش راك لاباس؟ او غير اسمع ما تروحش العراق. المهم توصل للكلمه لعمي تبون، عمي تبون ما تروحش العراق. لهذا أرجو منك وألح عليك أنك تبقى في الجزائر وتخلي وليداتك وتروح، يعني انت دوك ما خممتش فيها؟ تبون لا تذهب للعراق. رانا في رفقتك ورانا بلادك، رانا محتاجينك، البلاد محتاجاتك، ما تروحش للعراق. يا ربي ما يمشيش عمي تبون الله يجعل مليون، ربي ما يمشيش الرئيس. لا مازال عندك عمي تبون ما تروحش العراق، بعد اي واحد ما تروحش انت، هو ما تروحش عمي تبون ما تروحش العراق. في مشهد فريد لم تشهد له الدنيا مثيلا، وفي سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ العالم، ارتفع صوت الشعب الجزائري مدويا وانتفض بحملة عارمة على مواقع التواصل الاجتماعي مطالبا رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون بالعدول عن زيارته المقررة في شهر مايو القادم إلى العراق، حملة برهنت للعالم أجمع أن هذا الشعب يمتلك من الوعي والغيرة ما يجعله يقف سدا منيعا أمام أي خطوة لا تخدم قضاياه وثوابته. وعيه وثوابته، وعيه وثوابته. علاش وعيه مفتوحة وثوابته مضمومة؟ الله أعلم. هادشي في الجزائر، هادشي الإعلام الجزائري والتلفزة الجزائرية والقنوات الجزائرية كيقولوا وعيه وثوابته. داكشي نتاع العاطف والمعطوف والعاطف ما كاينش. لا لا لا، داكشي ديال وعيه وثوابته. زيد. ركز لي على الصوت يا جدك، على الموسيقى، الخلفيه الموسيقيه، الكلمات، داك اللحن، داك الاغنيه. شوف اسمع. عمي تبون ما تروحش العراق ولا غنحبوك، ما تروحش العراق عمي تبون. عمي تبون واش راك لاباس؟ او غير اسمع ما تروحش العراق. المهم توصل للكلمه لعمي تبون، عمي تبون ما تروحش العراق. عندك تمشي للعراق عمي تبون، عندك تمشي للعراق عمي تبون. انا مغربي وكنقول لك ما تمشيش للعراق عمي تبون، ياك انا مغربي وكنقول لك ما تمشيش. الا مشيتي للعراق توقع لك تما شي حاجه ما غنلقاوش على من نطلزوا عمي تبون، ما غنلقاو فاش نشدوا عمي تبون. غادي يجي شي واحد في بلاصتك بعقلو مركز مركن. حنا مشى ضعنا في اللايفات تاع عمي تبون، الله يرحم والديك ما تخربلهاش علينا. غنبقاو شادين مع كولايور والجماجيم والفرسان والروكان. خلينا بعدا كنجيو كندبروا المشاهدات على ظهرك عمي تبون. انا دابا 885 لو كان دابا تمشي للعراق وتطيح في داك النار، قلت النار، طيح في داك النهر ديال الدجله ولا ديال الفرات تزلق، شكون غيعتقك؟ وتما ابيطوس وتما الغيس كي غدير لها؟ وما ترجع لناش ويطلع شي واحد هكذا مركز مركن. عمي تبون انا مغربي وبغيتك ترجع، بغيتك ما تمشيش كاع.
ما تمشيش عمي تبون، خليك وبقى تخرج مرة الله يرحم ليك. تعطلت علينا هاد المرة 3 شهور بزاف عمي تبون. كنا مولفين كل شهر كتطلع علينا العمس ديك داك الطلة الباهية داك القعدة. ها تعطلتي هاد المرة 3 شهور عمي تبون بزاف علينا. صافي انا راك تسب في الشعب. اين شعب كنسب؟ الشعب العراقي اللي غيقتل لكم الرئيس ولا فاش؟ قول لي دابا فاش راني نسب؟ اين شعب كنسب فيه انا دابا؟ شكون اللي راه يسب في العراق دولة وشعبا؟ شكون هاد المكلخ اللي فتى هاد الفتوى في الجزائر ضد واحد الدولة سميتها العراق، متهمة إياها بأنها متآمرة على تبون وباغية تقتلو؟ يقولوا لي شكون هاد العبقري عندكم في داك DRS ولا في داك المخابرات الخارجية اللي قال غنخرجوا حنايا هاد الهاشتاغ ونبينوا الحب ديالنا لتبون. الشعب الجزائري يحب تبون. علاش؟ لأن ما بغاش يمشي للعراق. مالو ياك لاباس؟ إلا مشى للعراق ما غيرجعش. شكون غيقتلوه؟ العراقيين. هكا كتقولوا العراقيين هكا، ولا غيقتلوه داك الاعضاء الجامعه العربيه تما في داك القاعه؟ يعني كتقولوا للعرب والجامعه والاخر بانهم خونه ويقدروا يقتلوا لكم الرئيس، وجبتوا ما دبر او ما تدعون انه قد دبر لبومدين. اذا فانتم تتهمون العرب والجامعه العربيه بانها متآمره على الجزائر. تو سامبلومون. ولكن راه نلعبوا اللعبه ديالك السي عبد المجيد. راه نلعبوا اللعبه ديالك سير، ما كاينش مشكل، نو بروبليم. راه نشوفوا داك البكايه. الاخوان اللي عنده داك البكايه صيفطها لي لان عندنا غير مقطع وليدي. انا نسمع لكم مقاطع اخرى في انتظار البكايه. نعاودها لك من المسجد ونعاودها لك بعد ما كملت الأذان العصر والدعاء بالأذان والإقامة مستجاب. سيدي الرئيس، هذا فقيه الخوت، هذا فقيه في الجامع، هذا إمام. اسمع، ما تروح لي القمة العربية، ما تحضر الاجتماعات تاع القمة العربية، خاطر كلشي مخدوم، وهما قبل ما يديروا القمة طبخوها وداروا على من يصوتوا، وانت كي تروح تزيد تعطي لها شي مصداقية للقمة العربية، وهما معظم خانوا الله عز وجل وخانوا رسول الله وخانوا القضية الفلسطينية وخانوا البيت الأقصى، البيت على المقدس. وأكبر خائن هو هذاك اسمه رئيس السلطة الفلسطينية عباس، هذاك اسمه. هذاك حنا الجزائر الدولة الوحيدة اللي ما زالت تمد الإعانة المالية تاع كل سنة للسلطة الفلسطينية، وهكذاك في القمة العربية اللي ما كنتش حاضر انت فيها يشكر في الإمارات ويشكر في مصر على وقوفهم. حتى ما كنا ما حبش يشكرك، خاطر حنا كنا نعاونوا أهل غزة ديالك مباشرة، كانت الإعانة تاعنا توصل إلى غزة. وأنا نقول لك يا سيدي الرئيس، ما تجيش تمد دراهم من السلطة الفلسطينية. أكبر خائن للقضية الفلسطينية هي حركة فتح، أكبر خائن صافي. بركة من التجار، بركة من سميتو. سير غادي نسمع لكم داك الساعة، نشوفوا عاود هذا اش كيقول. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم جيت ندير فيديو على عمي تبون. تيك توك راه مزلزل باشتاك ما تروحش العراق، وانا كمواطنة جزائرية وكبنتك عمي تبون، نحن كاع ابنائك، كاع الجزائريين ولادك وبناتك، نقول لك عمي تبون ما تروحش العراق، نسحقوك. انا هاد نستحقوك ما بغاتش تفهم لي يا خوتي. دابا كيفاش تم اقناع المبردع الجزائري بان ثمة خطورة تحدق برئيسهم؟ شكون قال بان تبون الا مشى للعراق سيموت؟
سيقتل من الآخر. شكون هاد العبقري اللي اختار هاد الهاشتاغ وسوق له وروج له في محاولة لإثبات لأن هاد اللعبة كيلعبها بزاف تبونوا من معاه، ملي كيبغي يقول هو شي حاجة بفمو اللي ما هياش غتجيب له المشاكل مع الدول العربية ما كيقولهاش هو، نو كيشوف بن قرينة ولا كيشوف شي قناة ولا شي مجلة شي جريدة في إطار زعما حنا رانا حرية الصحافة، وبن قرينة في إطار الحرية الحزبية، ودابا المبردعين في إطار حرية التعبير للشعب الجزائري. شوفوني كيحبوني. السي عبد المجيد طابخ هاشتاغ باش يقنع الجزائريين بأنهم يحبونه، باش تعرف الأزمة ديال الثقة اللي كاينة عند الشعب الجزائري في الرئيس نتاعو تحولت إلى مادة للاتجار بطريقة مقلوبة. ولكن كيفاش ما غيرجعش؟ أنا هذا هو السؤال. تحياتي، شكرا موروك، الله يحفظك. دابا نقولوا وسيدي، نقولوا مثلا نقولوا بأن ما بغيتوش الرئيس ديالكم يمشي للعراق لأن الجامعة العربية البيانات ديالها والمخرجات ديال اللقاءات ديالها والمؤتمرات ديالها لا تغني ولا تسمي من جوع. هذا رأي شعبي معروف كاع في الدول العربية، بغيتي ولا كرهتي يا أختي الجامعة العربية هادشي اللي عطانا. أنا كمغربي كواحد كنهضر على راسي، المخرجات ديال الجامعة العربية في كثير من الأحيان يعني كتكون في إطار يعني لغة الخشب جافة كدا تاتاتات، والقرارات كتكون المهم الله يحسن العون، أنا عارف شنو كاين ياك مزيان. لو كان بقات في هذا الإطار على المستوى الجزائري مزيان. الإخوان اللي عندو الفيديو ديال ليلى عبد اللطيف، شكرا الريفية، شكرا أمينة الريفية اللي فكرتني، شكرا أمينة. أنا ما تمشيش لأن ما كاينش شي أمل أن غيوقع شي تغيير. الإخوان واحد الكورغولي بلوكتي كنا في هذه القضية هذه، ولكن الضربة فين كاينة؟ الضربة في أنهم أوهموا الشعب الجزائري على أن ثمة مؤامرة على رئيسهم في العراق من طرف شكون؟ العراق. غتحالف مع العرب الآخرين مع الموساد الإسرائيلية باش يقتلوا تبون. شوف لي العبقريه دابا ديال DRS والمخابرات الجزائريه اللي صنعت هذا الهاشتاغ. المبردع عندك تقول لي بان هذا الشيء زعما راه جا هكا تلقائي وعفوي، وبان الشعب الجزائري يحب رئيسه ويخاف على حياته ويستحقوا، مازال محتاجو، وحنا ولادك عمي تبون لما تخلينا الجزائر لم تنجب الا تبون. فرضا انا غنفترض معك هذا الشيء يا المبردع، 45 مليون عندكم ما لم تنجب الا مثل هذا الرئيس، لمن يخليكم؟ لمن غيخليكم؟ الراجل امكم الماكرون ولا مناش؟ ما فهمتش. لمن غيخليكم؟ غيخلوكم 45 جزائري، 45 مليون، 45 مليون جزائري غادي تنتخبوا، غديروا رئيس اخر، وهذا غديروا له شي يولي بطال وكذا وهادي، وديروا له تمثال وديروا له كذا وهادي. نتوما كيعجبكم داك الشيء. عندكم 1,500,000 شهيد، ما تزيدوش 1,500,000 واحد. اش دار واحد مع 1,500,000؟ اش غيسوى كاع واحد مع 1,500,000؟ 1,500,000 زائد واحد. ومزيان تبينوا بان ذاك الشبل من ذاك الاسد خير خلف لخير سلف. هذا الحفيد نتاع الشهداء، ما فيها باس يضحي في الفرات ولا في دجله، ما فيها باس يدير شي تنكيزه تما، يقلب على شي بوط تما في فابيطوس. وير از ذا بروبليم؟ وانتم قولوا بان راه قتلوه الموساد، هو يقدر يزلق في الطواليت، يقدر يطيح في الدروج، تقدر تجي سكته قلبيه، وانتم لصقوها في الموساد. مالكم؟ ساهله. انتم ملي بغيتو تقتلوا الرئيس قتلتوه تما.
الجزائريين انتم ملي بغيتوا تقتلوا ذاك الرئيس ديالكم ما صيفطوش للعراق، ما صيفطوش لمصر ولا للسعوديه ولا لشي دوله اخرى بين قوسين تريد بكم الشر. انتم نهار بغيتوا تقتلوا رئيسكم قتلتوه عندكم وامام الملأ. تحياتي خويا سيزار الغزال، كل التقدير والاحترام. وامام الملأ قتلتوه والتلفازات كيصوروا. دابا جايين تقولوا للعالم نحن نحب رئيسنا باش من طريقه ما تمشيش للعراق. ما عمرها وقعت الاخوان. سمعتوا شي نهار التوانسه قالوا لشي رئيس ديالهم ما تمشيش؟ السوعده الملك ديالهم، القطاروه الامير ديالهم، المصاروه الرئيس نتاعهم. سمعتوا شي نهار شي شعب في العالم دار هاد التبهديله؟ يديروا هاشتاغ نحبوك عمي تبون، وحتى حنا نعاونوكم والله حتى نعاونوكم انا والله حتى ندير لكم الاشهار، وحتى انا نقول لكم من هنا من المغرب نحبوك عمي تبون.